يا صباح الخير. النهارده رايحين نعمل حاجة صعبة أوي، أو أنا رايح أعمل حاجة صعبة أوي. موتوسيكلي سيد، يا سيد رحت معانا السعودية. شكلي النهارده إن شاء الله يا جماعة هبيعه. ليه؟ طيب يا جماعة، الصباح اللي احنا فيه ده صباح مشمس ممطر في نفس الوقت، يعني حاجة استثنائية جدا. يعني في شمس وقدام في خيمة ودلوقتي عليها نقط، معرفش تشوفوها على الازازة اللي قدام دي ولا لا. المهم ان مش عارف ليه حاسس كده مشواري مع سيد وصل لاخره، ومن الصعب ان الواحد يقول هذه الكلمة والموتوسيكل اللي بيبقى بيديله احسن اداء وصينه احسن صيانة ومبسوط منه. شيء غريب شوية، بس يعني انا عايز اقول لكم حاجة. احنا يعني انا حاسس كده ان من موقعي ده كصانع محتوى موتوسيكلات، بتفرج كتير على موتوسيكلات، حاجات كتير قوي كده. يعني احتمال كبير جدا يكون بتحب تغير عشان تدوق اطعم جديدة واشكال مختلفة. يعني اكثر برهان على الكلام ده الموتوسيكلات اللي زي اللي انا راكبه ده، الديوفيل ده خصوصا. ده ابعد موتوسيكل كان على بالي اني انا اشتريه، ولما ركبته حبيته جدا جدا جدا. فحسيت ان احنا فايتنا كتير جدا من متعة بعض الموتوسيكلات لمجرد ان احنا واخدين انطباع من ورا الكواليس كده ان هو مش حلو. فثواني كده، في رادار هنا. Few moments later. طيب خلصنا كل الاجراءات وعملنا التوكيل واحنا على البحر، واللي اشتراه بنديله خيره ويكفيله شره، يكفيه شره. سيد هيودعنا، مش عارف، يا مسهل. طبعا انا حقيقة ما اعرفش ليه بعت الموتوسيكل حقيقي، بس يمكن من اكتر الحاجات اللي بتخليك دايما تبيع موتوسيكل، ودايما بقول عليها في الفيديو اللي بقول للناس فيه ان انا بعت الموتوسيكل، هو الشخص اللي بيشتري الموتوسيكل. الشخص اللي اشترى الموتوسيكل ده شخص محترم جدا وجميل جدا، بيخلي الواحد نفسه يعني يديله حاجة هو بيحبها وما يزعلش عليها خالص. فدي النقطة الحلوة. النقطة المهمة، احنا الايام اللي جاية هندور على موتوسيكل جديد، وهنجرب لكم موتوسيكلات جديدة. والموضوع ده بشكل جدي جدا لاني اتأخرت عليكم قوي الفترة اللي جاية، والمحتوى بتاعي حسيت ان هو ضعف شوية. واكبر دليل على النقطة دي، في موتوسيكل معايا في الجراج هنا. خليني ما ابين لكمش الموتوسيكل ايه، خمنوا الموتوسيكل اللي ورا ده ايه. هنجربه لكم ونعمل له عليه ريفيو، وان شاء الله الفتره اللي جايه الموتوسيكلات الياباني هتاخد حيز كبير قوي، من اول حوالي 50,000 جنيه وطالع، لان هو ده المستقبل اللي جاي وسط غلاء الاسعار. الموتوسيكلات الصيني الناس بقت خلاص عايزه حاجه اعتماديه، والاسعار العاليه بدات تدخل في الياباني. فاعتقد ده هيبقى الايام اللي جايه. توقعوا الموتوسيكل اللي هعمله ريفيو ده ايه، وخليكم معايا الايام اللي جايه. هاخدكم شويه نجرب الموتوسيكلات الهوندا، لان كل موتوسيكل حرفيا وليه طعم احنا ما اكتشفناهوش مع بعض. فدي نقطة لازم نحط يعني ايه الحروف عليها كمان. وان شاء الله الموتوسيكل اللي جاي يبقى ليه اسم احلى، ويبقى موتوسيكل وشه خير علينا، ونروح بيه مكان اكبر. شكرا جدا لدعمكم، واستنونا الفيديوهات اللي جايه. حطوا لنا لايك، سبسكرايب في القناه، ولو ما اشتركتش تابعنا عشان لازم تدعمنا، عشان بدعمك احنا بنكمل.